وضحت ان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لما عمل الوفد الرمزي بتاعه للتوجه لميدان التحرير لوضع الظهور على الصينيه الرئيسيه اختار يوم 24، لان طبعا الاعلام اللي بيسيطر عليه انصار النظام القديم ابتدوا يوجهوا الاتهامات بشكل مبكر والتحذيرات والتخوينات وكل هذه الامور. فبالتالي احنا لا نسعى لاي مواجهه من اي نوع، احنا نقدر ان الحرب قائمه بالفعل ضد الارهاب في سيناء وان احنا بنواجه اخطار حقيقيه على المستوى الداخلي هنا، بس احنا موقفنا الاساسي اللي من ساعه اتعملت ثوره 25 يناير ان احنا بنطالب باعاده هيكله وزاره الداخليه واصلاح وزاره الداخليه، لان احنا عايزين ان الوزاره دي تقوم بدورها الوطني المنصوص عليه وفقا للقانون والدستور، والذي لا يشمل قتل المواطنين. قتل المواطنين كما الشهيده شيماء الصباغ لا يؤدي الى زياده العواقب سوءا، بيزيد مشاعر الاحباط لدى الشباب، بيدفعهم للضغط علينا كاحزاب رسميه ترغب في المشاركه في الانتخابات الى الانسحاب من هذه العمليه الانتخابيه، بل واعاده النظر في شراكتنا الاساسيه في 30 يونيو، لانه لولا مجهود احزاب هذا التيار والاحزاب اللي كانت موجوده في جبهه الانقاذ لم يكن من الممكن ان احنا نشهد التغيير اللي احنا شاهدناه في 30/6. هل لا نسعى لعقد لا فعاليات في الشارع؟ احنا خايفين على اولادنا، مش عايزين بناتنا طبعا، مش عايزين حد منهم يستشهد، مش عايزين حد منهم يتحبس، بس في نفس الوقت بنأكد على تمسكنا باللي ورد في الدستور المصري، من حقنا في التجمع السلمي، من حقنا الاساسي في الحفاظ على حياتنا بشكل اولي، وان دي مطالب احنا مش هنتخلى عنها، واحنا مش عايزين يعني تزيد مشاعر غضب لدى قطاعات اوسع من المشاكل ومشاعر الغضب اللي موجوده لدى ناس زي ما احنا شايفين على مدى العام والتسع. هل الديمقراطيه ادى مهله الديمقراطيه ادى مهله للنظام الحاكم التحريري؟ المساله ليست مهله، احنا قلنا امبارح بناء على الاجتماع اللي تم في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان احنا هنراجع موقفنا من المشاركه في الانتخابات بالتشاور مع الهيئات القياديه بالاحزاب بتاعتنا، وفي انتظار الاستجابه لمطالبنا الخمسه اللي احنا حددناها امبارح: اقاله وزير الداخليه، تشكيل لجنه للتحقيق في مقتل الزميله شيماء ومحاسبه فوريه للمسؤولين، تعديل قانون التظاهر، اطلاق سراح الشباب على المحبوسين على ذمه قانون التظاهر. كل هذه المطالب لو تم التحقق فيها ممكن ده يدينا حاجه نعرف نقولها لشبابنا لتبرير مشاركتنا في هذه الانتخابات، ولكن غير كده احنا عندنا اجتماع اخر ربما يوم 4 فبراير اعتقد في مقر التيار الشعبي، وهنواصل مناقشاتنا.